السلام عليكم. انا الاسم ديالي نور الدين الوراري. انا مصور محترف، فوتوغرافر، بروفيشنال فوتوغرافر. كنعيش في ستاسيوني دامريك هذه تقريبا 46 سنه. I went to school in Texas, School of Photography. I was very happy to be invited by the l'Espace Rivage to do an exhibit, an expo. ومني جاتني هذه الفرصه هذه بغيت نتكلم على الاصل ديالي وشكون انا ومنين جيت. حنا ولاد درب السلطان، والناس اللي وصلونا لامريكا هما ولاد الدرب، العيالات ديال الدرب اللي رباونا. كتدخل الحمام كدير شي كاف كيجي لك شي واحد كيربيك، يعني ديك الثقافه كبرت فيها انايا. والناس المساكن كانوا كيفتحوا لك المجال وكيشجعوك لانك كتقرا. احنا كنا باقيين ديك الساعات في السبعينات وداك الشيء، قلال الدراري اللي كانوا كيوصلوا للبكالوريا وهذا، مي كيفرحوا بينا وكيشجعونا وكيعاونونا. والحمد لله this was a really good opportunity to come here and do something really special. So my work was on black and white photography as an art form, and then I wanted to speak about my own culture and who I am and where am I going with this. And so it's been such a good experience. Yeah. So I'm happy to be here, and I'm happy to be part of this exhibit. And there will be more work here. They're interested because they brought us all together as artists. Some are in the US, some are in Germany, some are in Spain, some are in Holland, some are in Belgium, and all of them, they're all just the same, just like us. They're just great people. And I'm just glad and honored to be here, because this is my country and I want to keep the identity alive so that my own kids don't forget this. كاين واحد الارتباط عندنا حنايا وطيد بالثقافة ديالنا. حنا المغاربة اللي كنعيشوا في الخارج كنتنفسوا بالمغرب، كنستنشقوا الهواء ديال المغرب واخا حنا ما كاينينش في المغرب. لان الحمد لله ملي كتجي وكتشوف واحد يعني واحد التطور كبير في البلاد، فهمتيني، اللي الناس كلهم خدامين فيه. لان هذيك الرؤيه الجديده ديال الملك ديالنا محمد السادس، الله يعطيه الصحه ويداويه ويشافيه ياك، والحمد لله خلى لنا فتح لنا مجال واحد اخر وحنا غاديين فيه وغادي نديروا المجهود ديالنا حتى ما يبقاش عندنا الكتاب. ديما المغرب ياك، وعاش المملكه المغربيه، فهمتيني. والله يرحم الحسن الثاني لانه هو اللي بنى هذا.